انت في سباق. السباق مش ان انت تجيب درجة اعلى، السباق اللي انت تثبت لربنا ان انا تعبت وعملت اللي عليا خالص علشان يا رب انا يقيني ان انت هتوفقني. وخليك طول ما انت ماشي ما تتوترش بقى، ما لاقكش حزين ولا لاقكش مكتئب وحاطط طاجن ستك فوق دماغك، وكل ما حد يكلمك انا حزين، انا الدنيا صعبة بالنسبة لي، مش قادر الم الدنيا متبعترة، انا حاسس، وتفضل تأنب نفسك، وتفضل الشيطان يفضل يزين لك ويفضل يضخم لك الموضوع. ودايما الشيطان لعبته التضخيم، يفضل يضخم لك الحاجات قوي 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 قوي، يعمل عمليه تضخيم قد كده، تحس ان انت قدام ايه ده، ايه كم التشتت ده، ايه كم المذاكره دي، ليه اوعى تستجيب للشيطان في الحته دي، اوعى الشيطان ياخدك في سكته، اوعى. الشيطان مش عايز اي حد ناجح في حياته خالص، مش عايز اي حد بيبذل مجهود، مش عايز اي حد صابر، مش عايز اي حد يعمل اللي عليه. عارف ليه؟ عشان بعد كده ده هيقودك لفكره تسيء ظنك بربنا بقى. لا، فكره ايه، هو انا ليه صاحبي جاب وانا ما جبتش، انا ربنا ظلمني؟ لا، ما ظلمكش، انت اللي ظلمت نفسك. وما ظلمناهم ولكن انفسهم كانوا يظلمون. فاوعى تقول كده خلاص. فالشيطان هيفضل يستدركك عشان في الاخر انت تسيء الظن بالله سبحانه وتعالى. فاحسن الظن بالله واعمل اللي عليك واصبر. دايما افتكر، حطه قدامك كده. في النهايه يا حبايب قلبي، اقرص واضغط على نفسك قدر استطاعتك. وزي ما انا قلت دايما، انت هنا مطلوب منك انك تتحمل ضغط مننا، واحنا عارفين والله العظيم، والله هقولها تاني، احنا عارفين انك تعبت، ما تشتكيش، احنا عارفين من غير ما انت تشتكي والله. وانما ان شكوت فاشكر ربنا سبحانه وتعالى، اساله، قول له يا رب ثبتني، قول له يا رب اعني. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اعني. بص النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فزي ما قلنا دايما، فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو اتقى خلق الله واعبد خلق الله بيسأل ربنا سبحانه وتعالى الإعانة، فبيستعين بالله، فأنت إزاي لا تستعين بالله في قضاء أمورك وحوائجك؟ الجأ لربنا سبحانه وتعالى وقول له يا رب أعني، وخد صحبة صالحة زي ما قلنا يا جماعة، واسأل العون، وقرب من والدك ووالدتك واسألهم النصيحة، فهم دول أخلص الناس ليك في النصيحة. عمرك ما هتلاقي حد ينصح ويخلص النصيحة زي الأب والأم، زي ما قلنا، وإن كان من راحم فالأب والأم هذان في الدنيا هم الرحماء. فنسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يحفظكم ويعينكم، وإن هو يسدد خطاكم في المرحلة دي. اجمدوا كده يا شباب، هي ساعات قليلة والله. لو انت فاكر ان الوقت لسه طويل، فانا احب اقول لك ان هي ايام وشهور بسيطة، وهتلاقي نفسك والله بتخلص، وتلاقينا كلنا خلاص، يعني زي ما بيقولوا كده في لحظات الوداع بنقول لك مع الف سلامة. نسأل ربنا سبحانه وتعالى ان هو يعيننا بصراحة على ان احنا نؤدي هذه الرسالة بشكل جيد، وان احنا نكون نموذج يحتذى به لطلابنا، لان احنا عارفين ان احنا نمثل بالنسبة لكم شيء. نسأل ربنا سبحانه وتعالى ان هو يكون شيء طيب، ولا ندعي الكمال. احنا عارفين ان احنا كلنا اخطاء وكلنا عيوب، ولكن نسأل ربنا سبحانه وتعالى ان يلهمنا الصواب دايما واحنا بنعلمكم، وان احنا نقدم صورة طيبة للمعلم لطلابنا. ويمكن دي كلمة السر في الحياة، بخلاف الابيات الشعرية اللي قدامي، بس فعلا كلمة السر في الحياة. الناس دايما بتبص لاي واحد ناجح وتفتكر ان الانسان الناجح هو محظوظ، حد محظوظ ساقه القدر لشيء كان ممكن يجي لاي حد. هو لا شك، خلينا نبقى متفقين ان الحياة كلها عبارة عن ارزاق، وان الله سبحانه وتعالى هو الذي يوزع الارزاق، وان مفيش حد في الحياة ربنا رزقه بأي حاجة مهما كانت هي مادية ولا معنوية إلا بفضل محض إرادة الله سبحانه وتعالى. خلاص متفقين؟ طيب ده يقيننا. تعال نبص في الأسباب اللي ربنا أمرنا بيها بقى. الأسباب الطبيعي من أسباب التوفيق ليه أسباب. التوفيق ان ربنا يوفقك، ان هو يديلك، ان ربنا يوفقك ان انت تنجح حتى لو نجاح معنوي. طيب من ضمن اسباب التوفيق ومن ضمن اسباب النجاح اللي ربنا كتبها لنا في الحياه، عشان فعلا ربنا يخلينا قدامنا هدف نقدر نسعى له. مفيش حد يفضل قاعد كده خلاص، ربنا اللي بيوزع الارزاق وربنا اللي بيوهب وربنا اللي بيوزع النعم، فبالتالي انا قاعد وربنا بقى ما ادانيش نعمتي وربنا ما وزعش عليا نعمه. لا، فعشان كده ربنا حط لنا اسس واسباب مطلوب مني اسعى ليها. ايه الاسس والاسباب؟ ان اي هدف في الحياه، اي حاجه عايز توصل لها، الحاجه دي لازم يبقى ليها باب مقفول. الباب المقفول ده بيتفتح مع الصبر. ايه يا مستر ده؟ بص بقى انت تنميه بشريه صح؟ لا والله مش تنميه بشريه، انا ماليش في التنميه البشريه وما بحبهاش قوي، بس يعني مش قصتنا دلوقتي. بس عايز اقول لك حاجه مهمه جدا، فكره اللي انت امسك في حلمك وعافر. انا عايز اقول لك لما عنتره قيل ان عنتره قبل كده سئل عن سر انتصاراته، انت ليه عنتره بتبقى شجاع جدا في الحرب مع ان اللي قدامك بيبقى قائد بس ما بقاش زيك في الشجاعه؟ قال انما النصر بالصبر.
وليس بالشجاعة. النصر بالصبر مش بالشجاعة. كل ما تبقى صابر اكتر كل ما تنتصر اكتر. كل ما تبقى واقف قدام الباب. انا عندي طموح في حياتي اسمه طموح. خلينا نتكلم بما ان احنا بنتكلم طلبتنا حبايبنا في ثانوية عامة، فخلينا نتكلم على طالب ثانوية عامة. انا عندي طموح اسمه طموح ثانوية عامة. عندي طموح اسمه طموح نجاح في مهارة معينة. عندي طموح اسمه طموح ان انا اعمل مشروع معين. طموح طموح طموح. امتى انجح؟ لما اصبر، افضل واقف قدام الباب. باب النجاح ده باب الحاجه دي، والباب هنا تعبير مجازي. تفضل واقف قدام الباب، مش واقف بس قاعد ما تجتهدش، لا انت قاعد بتعمل اللي عليك، وانا قصدي واقف ما تمشيش. تفضل واقف لحد ما الباب يتفتح لك. في اللحظه اللي بيصيبك فيها يأس بعدها على طول بيتفتح لك الباب. نسأل ربنا سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم هذا العمل. اشوفكم دايما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.